أنا اسمي هبة، عندي دلوقتي 47 سنة، وبصراحة لو حد قالي إن حياتي هتبقى بالشكل ده أنا ما كنتش هصدقه. أنا ما كنتش متخيلة إن واحدة زي عندها عقل وعندها تجربة وعندها وعي ممكن يتلعب بيها بالشكل ده. بس خليني أحكي لكم من الأول. أبويا الله يرحمه كان راجل عملي، كان شاطر جدا في شغله، تعب وسير علشان يعمل لي حاجة كده بعد وفاته. هو مات وساب لي ميراث كبير جدا، مش بس فلوس، أملاك وعقارات وحاجات كتير جدا. الحمد لله كانت فلوس تكفيني وتكفي جيلين بعدي، بس أنا الحمد لله ما اتغيرتش ولا اتكبرت. اتربيت إن الفلوس دي أمانة مش سبب للغرور، ومن صغري كنت بدور على حاجة واحدة بس، إن حد يحبني صح. اتعرفت على واحد اسمه خالد. لما اتجوزت خالد حسيت إن الدنيا كلها بقت ملكي. الراجل ده دخل حياتي وملاها، كان سندي وظهري وأمني وكل حاجة حلوة في الدنيا. من أول يوم اديت له ثقتي كلها، مش لأني كنت ساذجة، لأ، لأني كنت بحبه وشايفة إن هو يستاهل. سبت كل أملاكي في إيده علشان يديرها لي، الشغل والعقارات والفلوس، كل حاجة. هو فعلا كان أمين، مش بس حافظ على اللي معاه، لأ، ده كمان زود وكبر الفلوس اللي أنا ورثتها من أبويا. الفلوس اتضاعفت بشغله وبذكائه، يعني مش بس إني كنت بثق فيه عاطفيا، ده كمان عرفني إن هو يستاهل كل يوم الثقة دي. عشنا سنين حلوة مع بعض. طبعا كانت في مشاكل وخناقات، وطبعا كلنا عارفين إن مفيش جواز من غير مشاكل، بس في الآخر ما كانش لنا غير بعض، وده كان كفاية. الحاجة الوحيدة اللي كانت بتتعبني إن ربنا ابتلاني بصعوبة في الإنجاب. سنين وأنا بروح لدكاترة وعمالة أتعالج وأصبر، وكل شهر بيعدي وأنا مستنية بشرة حلو، لكن ما كانش بيحصل. كنت بحس بالإحساس ده ما كنتش قادرة أوصفه، إحساس إن في حاجة ناقصة جوايا، إن في حاجة مش مكتملة. بس خالد كان دايما جنبي، وبيقول بكرة إن شاء الله ربنا هيكرمنا، ودايما بيقول لي مادام إحنا مع بعض ده بيكفي، وكنت بصدقه لأني بحبه. وبعد 3 سنين من الجواز وأنا عندي 23 سنة تقريبا، ربنا كرمني وجاب لي شادي. الولد ده عايزة أقول لكم إن هو كان زي القمر، كان ابني وصاحبي وحبيبي وأخويا، لأني ما عنديش كمان إخوات ولا عندي قرايب ولا عندي حد، وصحابي كمان كانوا محددين جدا، فشادي كان دنيتي كلها تقريبا. كنت بحبه بطريقة ما حبيتش حد فيها قبل كده. الحياة كانت ماشية والحمد لله. أنا وخالد كبرنا سوا، وصلنا مع بعض لسن 45، السن اللي المفروض فيه الواحد يعني بيكون اتعلم وعارف قيمة بيته وأهله وكل اللي عنده. وكنت بفتخر بده، بفتخر إننا وصلنا لسنين طويلة جدا مع بعض، ولسه بنحترم بعض، ولسه بنتكلم ولسه بنتفاهم. كنت شايفة إن إحنا نموذج، وكنت فرحانة جدا بالصورة دي في نفسي. وفي يوم عادي جدا ما كانش فيه أي إحساس إن في حاجة غلط هتحصل. خالد صحي الصبح زي كل يوم، اتغدى وخرج. أنا قعدت في البيت بقى، بعدها كده عملت شغل البيت ورتبت الحاجات اللي ناقصة وعملت الأكل وكل حاجة. كان يوم عادي جدا. وبعد الظهر قعدت على الكنبة شايلة تليفوني، يعني كنت قاعدة بتصفح كده فيه عادي وبشوف الرسايل. فساعتها جاتلي رسالة كده، فتحتها لقيته فيديو. ضغطت وشغلت الفيديو، لقيت خالد. خالد اللي أنا اديت له عمري كله، خالد اللي أنا وثقت فيه، خالد اللي سبت كل حاجة في إيده من غير ما أفكر. لقيته مع واحدة تانية في وضع مفيش أي واحدة تتحمل إنها تشوف جوزها فيه. التليفون ساعتها وقع من إيدي، ما قدرتش حتى إن أنا أشيله من على الأرض. وقع على الأرض وأنا واقفة بصله كده، ما نزلتش حتى إن أنا أجيبه. وقفت في مكاني ثواني، حسيتهم ساعات. جيت وقعدت على الكنبة وفضلت أبص في الأوضة، نفس الأوضة اللي أنا وخالد اشتريناها سوا، نفس العفش اللي احنا اخترناه سوا. وبدأت أفكر مش في الخيانة نفسها، في حاجة تانية خالص. بدأت أفكر في كل يوم اديتهوله، كل مرة رفضت فيها حد قرب مني علشان خاطره، كل مرة اخترته هو على أي حاجة تانية في حياتي. إننا مش صغيرين، ده مش ولد لسه في العشرينات، ما عندوش خبرة ولا عارف قيمة حاجة. ده راجل في 45 سنة، عارف معنى الجواز، عارف معنى الثقة، عارف معنى إن واحدة سابت حياتها في إيده، عارف تماما اللي بيعمله. فضلت قاعدة لوحدي لساعات طويلة، ما كلمتش حد، ما عملتش أي حاجة. بس جوايا كان بيحصل حاجات غريبة قوي. كنت بحس إن حاجة بتتغير جوايا من غير إرادتي، زي ما يكون كده إن في حد في قلبك كده من سنين، وبعدين في لحظة واحدة يبقى مكانه فاضي. لما خالد رجع البيت ما قلتلوش أي حاجة، خليته يدخل ويقعد عادي وسلمت عليه، وسبته يغير هدومه ويجي يقعد جنبي. وبعدين من غير ما أقول ولا كلمة اديت له التليفون وفتحت له الفيديو ووريته له. وشه اتغير ألوان، زي ما يكون وشه راح منه الدم كله،
وبدأ يتكلم وبدأ هو يبرر إن هي اللي طلبت منه كده، وإن هي اللي ورطته، وإن هو ما كانش قادر يقول لها لأ، وإن هي ساعتها لعبت عليه لعبة قذرة جدا. وفضل يقول لي إن أنا غلطت وعارف إنه غلط، وكلام بقى كلام كتير جدا جدا. وساعتها كنت قاعدة وبسمع كل كلمة بيقولها، وبقيت أقول في نفسي الراجل ده اللي كنت فاكراه حاجة وبلاقيه دلوقتي حاجة تانية خالص. ولما خلص كلامه قلت له جملة واحدة بس وبهدوء، قلت له طلقني. ساعتها خالد رفض إن هو يطلقني، رفض بشكل قاطع، قال لي إنه مش هيطلقني، وإن اللي حصل ده كان غلطة، وإنه مش هيسيب بيته كده ويمشي. ساعتها شادي كان بيجي كل يوم تقريبا عيونه حمراء من العياط، بيقول لي يا ماما ارجعي له علشان خاطري. بس أنا طبعا كنت مصممة على قراري، قلت لنفسي مهما حصل الراجل ده خني وأنا مش هتنازل عن كرامتي. قررت أروح لمحامي، مش علشان بس محاكم وفضايح، لأ طبعا المحاكم هتكون شكلها وحش جدا على شادي وعلى اسمنا كمان. أنا بس كنت عايزة حد متخصص يكلم خالد ويضغط عليه ويخليه إن هو يطلقني بالذوق. فكرت في أحمد. أحمد ده كان صاحب شادي، أكبر منه ب6 سنين، بس كانوا مقربين قوي. شادي كان بيتكلم عنه كتير وبيقول إن هو راجل محترم وعنده مبادئ وبيساعده في حاجات كتير جدا. قلت في نفسي ده أحسن من محامي غريب معرفوش، وبما إنه صاحب شادي ابني هقدر أتكلم معاه. رحت له المكتب بتاعه، خبطت ودخلت. أحمد ساعتها وقف لما دخلت وسلم بأدب كده علي، راجل شكله هادي جدا، لبس محترم، كلام واضح. قعدت قدامه وبدأت أحكي له الموضوع، وهنا لأول مرة حسيت بغرابة. لما بدأت أحكي له لقيته ما بيسألنيش أسئلة كتير، كأنه عارف، كأنه سمع الكلام ده قبل كده. قلت في نفسي يمكن شادي يعني هيكاله شوية تفاصيل، بس بعدين لقيته بيقولي تفاصيل ما قلتهاش. عارف ان الاملاك باسمي، عارف ان خالد بيديرها، عارف كل حاجة، كل حاجة تقريبا انا ما اتكلمتش فيها خالص. وقفت وقلت له ازاي انت بتعرف كل ده؟ ابتسم ساعتها وقال لي شادي حكالي عنكم كتير. قلت له تمام، بس طبعا ساعتها استغربت، شادي بيحكي عن الاملاك والارقام دي ازاي؟ ده مش طبيعي ابدا. بس ساعتها ما اتكلمتش، كنت مشغولة بموضوعي. قال لي بوضوح نقدر نضغط على خالد من ناحية ان الاملاك يعني كلها باسمك، وهو مجرد مدير. لو اتكلمنا معاه بالطريقة دي هيفهم ان هو وضعه مش قوي، وهيوافق على الطلاق بالذوق من غير محاكم ومن غير اي شوشرة. قلت له تمام، ده اللي انا عايزاه بالظبط. وفعلا حصل في وقت قصير جدا، اسرع مما توقعت. خالد وافق على الطلاق من غير محاكم ومن غير فضايح. اتطلقت، وساعتها رحت لأحمد في مكتبه وشكرته، وقلت في نفسي ربنا بعتهولي في الوقت الصح. فضلت يومين بعد طلاقي، يومين بس، وتالت يوم ببص لقيت أحمد جاي لي هو وشادي علشان يقنعوني أرجع لخالد. شادي كان منهار، عيونه حواليها سودا، وشه كان متغير، وكلامه كان بيتقطع، مش عارف يقول كلمتين على بعضهم. يقول لي يا ماما حياتي بايظة، مش قادر أتعايش من غير أبويا. وأحمد بيقوله إن هو صعبان عليه شادي وخايف عليه جدا، وإني أنا يعني مهما كان موقفي من أبوه شادي ابني ودنيتي. قلبي ساعتها ما تحملتش أشوفه كده بالشكل ده، بس برضه جزء مني كان بيقولي لأ، ده راجل خانك، والدرس اللي اتعلمه ده مش كفاية. ساعتها قلت لنفسي كده خليها قرصة ودني وخلاص. هو عاش تجربة الطلاق وشاف إن ممكن أسحب منه أي حاجة، يمكن ده يخليه يعني يفكر 1000 مرة قبل ما يغلط تاني. وبرضه جزء مني كان بيقولي لي خلاص نديله فرصة تانية، لأني بالنهاية حبيت الراجل ده، فعلا حبيته. رجعت وقلت له بوضوح ده درس وقرصة ودن، وأي غلطة تانية هتبقى النهاية. بعد شهر بالظبط، هو شهر واحد بس اللي عدى، يعني مش بس إن هو متعلمش، ده راح على واحدة تانية خالص، كأن مفيش حاجة حصلت، كأن الطلاق والرجوع والكلام ده كله كان في الهوا. وقفت عند قراري من تاني، مواجهة وطلاق وخلاص. شادي برضو جاي منهار، وأحمد برضو جاي يقنعني. المرة دي أحمد بقى قال إيه؟ خايف إن شادي يعمل حاجة في نفسه، والجملة دي وقفتني، خوفوني على ابني. ورجعت للمرة التانية، رجعت وقلت لخالد بكل وضوح وبكل هدوء دي الطلقة التانية، الطلقة الجاية دي التالتة، والتالتة تابتة ومفيش فيها رجعة تاني، خليها في دماغك كده كويس. وفعلا رجعت لخالد، رجعت له وانا برضو مش ناسية اللي هو عمله ابدا. عشنا مع بعض كويس شهر بالظبط، نفس الحكاية اتكررت، بس المرة دي جالي عنوان شقة ومفتاح، يعني حد بعتلي العنوان وقال لي الباب مفتوح. ساعتها رحت وشفت بعناية في وضع ما يتقالش، وضع محدش ابدا يتحمله. وقفت في الباب، ما اتكلمتش ومعيطتش، جوايا حاجة اتكسرت من غير صوت. السنين والعمر والبيت والحب كل ده اتهد في ثواني.
المرة دي ما زعلتش، كان في إحساس واحد بس جوايا، إحساس إن خلاص، إن الكتاب اتقفل بالنسبة له. بصيت له بكل هدوء وقلت له طلقني دلوقتي. رحنا للمأذون في نفس اليوم وخلصنا. المرة دي شادي كان في حالة مختلفة، مش بس حزين، ده كان متدمر نفسيا. الولد اللي كنت عارفاه بيضحك دايما وعلى طول فرحان ومبسوط بقى قاعد مكتئب ومش قادر يتكلم ولا كلمة. ساعتها قلت لنفسي ممكن أصبر على خيانة جوزي وممكن كمان أصبر على كسر قلبي، بس ما أقدرش أشوف ابني بالشكل ده. جه أحمد المرة ديت لوحده من غير شادي، قعد قدامي وقال لي بهدوء إنه فكر في موضوعي كتير، هو عنده فكرة ممكن تحل كل حاجة. قلت له قول. قال لي بص يا مدام هبة، انتي اتطلقتي تالت طلقة، وده معناه ان خالد مش قادر يرجع لك غير بشرط واحد بس، المحلل. سكت. قال لي انا عارف ان الكلمة دي تقيلة قوي، وانا مش بقولها لك يعني من غير ما افكر فيها، بس خليني اكون صريح معاكي، شادي مش هيتحمل اكتر من كده، الولد ده هيتبهدل جدا وانا خايفة عليه بجد. قلت له يا احمد انا فاهمة انك بتحب شادي وبتخاف عليه قوي، بس انا مش هتنازل عن كرامتي بالشكل ده، جواز ومحلل، ده جواز فيه اهانة. قال لي لا، مش لازم تشوفيه كده، انتي مش هتتجوزي حد غريب، انا اللي هبقى المحلل، وانا بكلمك بصراحة، وانا بكلمك بصراحة كاملة، ده هيبقى جواز على الورق بس، مش هيبقى في اي اهانة ليكي، بعد يومين او 3 ايام بالظبط هطلقك وترجعي لخالد، وخلاص الموضوع اتحل من غير ما حد يعرف ومن غير اي ضجة. قلت له طب ايه الضمان؟ قال لي ضماني اني صاحب شادي وما ينفعش اخذل ابنك ابدا، وضماني اني راجل بيخاف ربنا. وفي حاجة جوايا كده كان بتقولي لأ، إن دي حاجة ما تستحقش أي حد في الدنيا، وإن خالد أصلا ما يستاهلش كل ده. بس بعدين شادي دخل، معرفش كان بيسمعنا ولا أحمد طلب منه، بس دخل وقف قدامي كده وعيونه كانت حمرا، وقال لي بصوت واطي كده يا ماما علشان خاطري، وساعتها حسيت إن ابني محتاجلي. قلت لنفسي لأ، ده ابني، ده اللي أنا عشت علشانه، ده اللي ربنا كرمني بيه بعد سنين كتير من الدعاء والانتظار، وقادر أشوفه بالشكل دوت وأقول لأ. حطيت راسي في الأرض كده وبكل هدوء قلت لهم ماشي. اتجوزت أحمد على الورق، جواز شرعي على سنة الله ورسوله، بس في نفس الوقت كنت عارفة إنه مؤقت وإنه علشان حاجة واحدة بس لما دخلنا البيت أحمد كان مختلف عن اللي كنت شايفاه في المكتب، بيكلمني بود، بيسمعني، هو بيقولي كلام عن شخصيتي وطباعي. قلت في نفسي ده محامي بيطبطب بخاطري. إلا أيامي مشيت وبدأنا نخرج مع بعض، وكل لما كنا بنخرج لازم نصادف خالد أو خالد يشوفنا. قلت في نفسي الدنيا صغيرة قوي، مش عارفة إن ده كان مترتب يعني من الأول ولا لأ. 3 شهور احنا بنخرج نتفسح سوا، وأحمد كل يوم بيقرب مني أكتر، بيهتم بيا، بيسألني إذا كنت زعلانة ولا لأ، بيحس بيا طبعا، وأنا في الوقت ده كنت ضعيفة جدا محتاجة حد يحتويني. في ليلة من الليالي حضرنا العشاء مع بعض وقعدنا في جو رومانسي جدا. قال لي كلام من قلبه ساعتها، قال إن هو يتيم وما شافش أمه، وإني عوضته عن حنان الدنيا كلها. أنا حسيت بحاجة ما حسيتهاش من زمان، حسيت إن في حد شايفني أنا، مش شايف فلوسي ولا اسمي ولا أملاكي، شايفني أنا هبة. وحصل اللي حصل، وطبعا هو جوزي، يعني أنا كنت رافضة من الأول وقلت لأ، بس أنا ارتحت له، وفي نفس الوقت هو جوزي، وزي ما قلت لكم يعني كنت محتاجة حد يحتويني، وهو كان جوزي الشرعي. بعد يومين بالظبط جالي وقال لي عايز يحكي لي على حاجة. قعدت قدامه وسبته يتكلم، والكلام اللي أنا سمعته كان أصعب حاجة في حياتي. أحمد حكالي إن هو وصاحبته سمر كانوا من البداية بيخططوا عليا، يعني عاملين خطة عليا هما الاتنين. سمر هي اللي بعتت لي الفيديوهات، سمر هي الست التانية في الفيديوهات، كل حاجة كانت مترتبة ومتدبرة من الأول للآخر، كل لحظة عشتها وأنا فاكرة إنها حقيقة كانت جزء من خطة. شادي ابني اللي هو نور عيني كان بيحكي لهم كل تفاصيل حياتنا من غير ما يعرف إنهم هيستخدموها. شادي طيب جدا بس ساذج وسهل التأثير فيه، وده اللي استغلوه فيه. الهدف كان واحد، يوصلوا لفلوسي وأملاكي. سمعت كل ده وسكت، جوايا 1000 أفكار بتتحرك في نفس الوقت، كنت بحاول أرتب كل حاجة في دماغي، كل لقطة، كل موقف، كل كلمة قالها أحمد من أول يوم، كل الرسائل اللي جاتلي، كل حاجة بقت ليها تفسير تاني. وبعدين فكرت في حاجة واحدة بس، إن أحمد ده قاعد قدامي دلوقتي وبيحكيلي، ممكن كان يسكت، ممكن كان يكمل في الخطة بتاعته، ممكن كان ياخد مني اللي هما كانوا بيخططوا ليه، بس ساعتها اختار إن هو يقولي. بصيت له في عينيه وحسيت بحاجة، نفس الحاجة اللي حسيتها في الليلة اللي احنا كنا عايشنا فيها سوا. حسيت إن في صدق في كلامه،
حسيت ان في حد زعلان من نفسه من اللي عمله ومش قادر ان هو يكمل فيه. فساعتها افتكرت خالد في السنين الطويلة اللي عشتها معاه والثقة العامية اللي انا اديتها له، وفكرت في احمد في الفترة اللي عشناها سوا دي، في اللي حسيته جنبه، في انه دلوقتي قاعد قدامي ومش محتاج يقول لي حاجة. لا أي حد كان في مكانه كان هيسكت وياخد اللي هو جاي علشانه. قررت اني اكمل مع احمد، مش علشان ما عنديش خيار، عندي كل الخيارات طبعا، عندي فلوسي وبيتي وابني وحياتي. قررت ان انا اكمل معاه حياتي. مش عارفة، الحياة مش دايما بتكون عندها اجابات واضحة، الواحد بيعمل اللي يحس ان هو صح في اللحظة دي. وانا في حياتي اتعلمت ان مفيش ضمانات، مفيش حد بيجيلك وبيقولك ان الشخص ده هيفضل معاكي وميغزلكيش. الحياة مش بالضمانات، الحياة بالاختيار. واللي انا عارفاه اني هبة اتخانت واتكسرت، عشت في مؤامرة ما كنتش عارفاها، اتجوزت محلل وعشت مع راجل خني مرتين والتالتة. بس انا لسه واقفة، لسه بتنفس، وهي دي حكايتي. ولو كملت معايا القصة لحد هنا، اتمنى اسمع رأيك في التعليقات. متنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة.